علاقات اجتماعية وتاريخية تربط بين المغرب ودولة إسرائيل. وظل اليهود المغاربة يلعبون دورا مهما في الاحتفاظ بهذا الخيط الرفيع قائما. وكان المغرب وما زال البلد الأكثر تسامحا وانفتاحا، حيث يتعايش في نسيجه المجتمعي ديانات متعددة استطاعت أن ترسم لها مسارا سلميا تتشابك فيه العلاقات وتتداخل فيه تفاصيل الحياة اليومية. وقد شكل اليهود المغاربة أحد العناصر الأساسية في المجتمع المغربي في مختلف الحقاب التاريخية، سواء في المدن أو في القرى المغربية. ويعتبر المغاربة أكثر الشعوب العربية تسامحا مع الأديان الأخرى. ومنذ استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية زار الآلاف من السياح المغاربة دولة إسرائيل، كما رحب الشعب المغربي بقرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، ولقي ترحيبا واسعا من طرف الشعب المغربي. وبعد الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بمغربية الصحراء، بعث العاهل المغربي رسالة إلى بنيامين نتنياهو الوزير الأول لدولة إسرائيل، أكد فيها العاهل المغربي على أن القرار الهام لدولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، والنظر إيجابيا في فتح قنصلية بمدينة الدخلة قرار صائب ومتبصر. وقال العاهل المغربي في هذه الرسالة: معالي الوزير الأول، يطيب لي أن أعرب لكم عن خالص شكري وعظيم تقديري على رسالتكم التي أبلغتموني من خلالها بقرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، والنظر إيجابيا في فتح قنصلية لبلادكم في مدينة الداخلة، مؤكدا أن هذا القرار لقي ترحيبا واسعا من لدن الشعب المغربي وقواه الحية. وأكد العاهل المغربي أن قضية الصحراء المغربية تعتبر القضية الوطنية للمملكة وتتصدر أولوية سياستها الخارجية، مضيفا أن قراركم قرار صائب ومتبصر، كونه يدعم الأسانيد القانونية الحق والحقوق التاريخية الراسخة للمغرب في أقاليمه الصحراوية. وأضاف العاهل المغربي في هذه الرسالة بأنه منذ دجنبر 2020 تتطور العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وتتوطد هذه العلاقات في جميع المجالات، مضيفا: وهذا الزخم الذي تشهده غير مسبوق، سواء على مستوى تبادل زيارات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال، أو على مستوى تطوير الإطار الاتفاقي وتنويع التعاون وتعزيز المبادلات التجارية، مشيرا إلى أنه مما يبعث على الارتياح أن للروابط الإنسانية العميقة القائمة بين بلدينا دورا حاسما في هذا الشأن، لا سيما من خلال الجالية اليهودية المغربية في إسرائيل. وأضاف العاهل المغربي: إني لعلى يقين أن الموقف الواضح الذي اتخذتموه باسم دولة إسرائيل بخصوص مغربية الصحراء سيزيد من تعزيز الروابط بين المغرب وإسرائيل أكثر فأكثر. وتابع العاهل المغربي: فإني أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدد عبر القنوات الدبلوماسية بما يناسبنا معا.